السلام عليكم اعزائي الشباب الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده وحلقه قويه جدا. يمكن من اقوى الحلقات اللي احنا عملناها هي تبقى الحلقه ديت. فحلقه قبل ما تبدا محتاجه تركيز مش تركيز بقى، لا محتاجه تركيز كتير قوي. يعني ركز معايا جامد قوي. فانت لو عايز بقى تقوم تعمل كوبايه شاي كوبايه قهوه وتيجي تتفرج، لان الحلقه جامده جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على النبي، مش التحدي بتاعنا 1000 متابعه بنهايه السنه. وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ويلا نبدا في برنامج الكوره مع التتشاوي. هنبدا باول اخبارنا النهارده، وهي الوكاله المسؤوله عن مارسيل كولر، وهي اللي نزلت قالت ايه بقى. هتقول لي مين اللي نزل فيهم؟ اقول لك مارسيل كولر. هتقول لي ما هو مش هو اللي ماسك الصفحه. اقول لك ما انا هقول لك دلوقتي. الصفحه نزلت، ومين صاحب الصفحه؟ مارسيل كولر. فاللي هو يوافق ان الخبر زي ده او تصريح زي ده او منشور زي ده ينزل، يبقى هو موافق عليه. يبقى مين اللي نزل او مين اللي موافق؟ مارسيل كولر. تعالى بقى اقول لك المنشور ده بيقول ايه. خد يا سيدي عندك. بيقول لك ان بيتكلم على انجازات مارسيل كولر مع النادي الاهلي، وهي ان اللي لعب مع النادي الاهلي 146 مباراه، فاز منها 106 وتعادل 26، وفاز منها 103 وتعادل 29 مباراه، وخسر 14 مباراه. وده رقم جامد قوي. هقول لك رقم جامد قوي. اللي هو ما يخسرش ال 14 مباراه ويكسب كل ده ويتعادل الحبه دول، هقول لك ده رقم جامد قوي. بس في حاجه انت مش واخد بالك منها. بس الاول قالوا ان كل مباراه كولر بيلعبها بياخد منها 2.3 من، يعني 2.3 او 2.3 بوينت من النقاط. وده رقم جامد، مش هقول لك الرقم قليل. بس هقول لك حاجه. هما محدش اتكلم على مساوئ كولر، لا وكمان قالوا ان انت بتشوف، انت بتيجي تنتقد بس بتشوف الاداء من بره، ما بتجيش تشوف اجواء المباراه من جوه ارض الملعب عامله ازاي. فلا، كلام مش منطقي. وكمان شفنا كولر الفتره اللي فاتت تقصير فني كبير قوي على اعلى مستوى. يعني هو مقصر مع الفريق فني كتير قوي. الفنيات بتاعته حرفيا بقت صفر، ومحدش يجي يقول لي لا الفنيات بتاع كولر الفتره اللي فاتت صفر. صفر صفر. يعني ما فيش اي فنيات نهائيا. وكمان التقرير ده كله ما جابوش اي مساوئ لكولر. ما جابوش هو خسر كام بطوله، ما جابوش هو فاز على بيراميدز والزمالك في الدوري ده ولا لا وتعادل مع الاثنين، ما جابوش اخر مطوشه ليه مع نادي الزمالك كانت بتبقى عامله ازاي، ما جابوش الاداء بتاعه السيء طول الفتره اللي فاتت دي، ما جابوش اي مساوئ لكولر. فتقرير زي ده يثبت لك ايه؟ اقول لك يثبت لك ان الناس عرفت كولر او المسؤولين عرفوا كولر ان الجمهور غضبان منك ومستاء منك جامد قوي. وده اللي وصل لكولر او لكولر. لو ما كانش ده اتقال ما كانش كولر وافق اللي ينزل حاجه زي كده. بس انا بقى بقول لك يا صديقي اللي كولر بيعجل رحيله بايده. انا بقول لك اللي كولر بيعجل رحيله من النادي الاهلي بايده هو. يعني انت تنزل تصريح زي ده ومش مركز في، لا وخد دي كمان، ما جابوش في التقرير سوء اختيار تشكيلته، ما جابوش بطء في التبديلات في الدقائق الاخيره. كل ده ما كانش موجود خالص في التقرير. فانا بقول لك ان دي اخر ايام كولر مع النادي الاهلي، ولا اتمنى ان دي تبقى اخر ايام كولر مع النادي الاهلي. خدها مني صريح، انا بقول لك انا اتمنى كده. نخش على علي معلول اللي مش محظوظ خالص الفتره اللي فاتت. بعد ما دخل القايمه نتفاجئ من يوم او من يومين اني حصل، لا من يوم واحد حصل ان جاله شد في العضله الخلفيه في التمرين. وده هيغيب مش اقل من اسبوعين عشان الاصابه ديت. يعني مقفله من كل النواحي. بس الكويس بقى هنا في خبر علي معلول ان خلاص قد تم قيد علي معلول في القائمه الافريقيه قبل اغلاق القائمه الافريقيه او باب القيد ب 48 ساعه اللي هو يومين.
فده يعني حاجه كويسه جدا اللي احنا نشوف علي معلول في القائمه الافريقيه، وباذن الله هيشارك ويشارك في الدوري كمان، وباذن الله كولر يمشي ويجي حد يقتنع بعلي معلول ويلعبه، لان علي معلول اسطوره من اساطير النادي الاهلي يعني. خد بقى دي كمان، ايقاف نادي بيراميدز القيد بتاعه 3 فترات بسبب مين؟ بسبب اللاعب والقضيه بتاعه اللاعب عمر العيوني. عمر العيوني مش عارف جه من سنتين تقريبا، كان في قضيه وكان في حوار كبير وخلاص اتحكم فيها ب3 فترات قيد يتقفلوا لنادي بيراميدز. الخبر اللي بعديها صديقي هو الهلال السوداني. الهلال السوداني او السداسي زي ما انتم بتقولوها بقى، خلاص ال القرار اللي هو بعته للكاف اللي هو عايز يلعب الماتش بتاع النادي الاهلي في بنغازي او في ليبيا اتوافق عليه. فكده الماتش القادم على ارض الهلال السداسي هيتلعب على ملعب بنغازي، والحمد هم كانوا نفسهم في كده وادي اتحققت لكم يعني. وباذن الله الاهلي يطلعكم يعني من البطوله. تاخد معلومه سريعه كده عن كاس الرابطه اللي اتغير اسمه حاليا وبقى اسمه كاس عاصمه مصر. كاس عاصمه مصر، الغريب هنا الجوائز بتاعه البطوله. هتقول لي يعني ايه الغريب هنا؟ اقول لك احنا كلنا عارفين ان البطوله بتاعه الدوري كل الفايز بياخد 5 مليون جنيه. تمام. خد بقى هنا الجديده، ان كاس الرابطه عامل اللي يطلع المركز الاول 10 مليون جنيه، الثاني 4 مليون جنيه، الثالث 2 مليون جنيه، الرابع 1.5 مليون جنيه. يعني بمجمع تاني واحد اللي هيطلع الثاني المركز الثاني هياخد قريب قوي من اللي فاز على الدوري. ازاي؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش ازاي. دي عبثيات الكره المصريه عامه يعني، اللي كاس الرابطه تبقى فلوسها اكتر من الدوري المصري. الدوري المصري احنا مدينا موسم كامل يلعب فيه، الرابطه هوب طق طق هي اكبر من ده. ما تعرف اعرفش ازاي، دي عبثيات احنا لا دخل لنا بيها، بس ده انا بقوله لكم يعني. نخش بقى على اخبار نادي الزمالك، وانا سايب لكم خبر النادي الاهلي في الاخر هقوله لكم في الاخر عشان عايز اتكلم معاكم شويه فيه. خد بقى بسيرو انا قلت لكم اللي هو كان مقتنع بمحمد صبحي وهو اللي كان عايز يلعبه ماتش القمه والحكايه والروايه هوب طخ طخ تيخ. لا خلاص، هو اقتنع بعواد. قال لك بيلعب جيد جدا، عنده خبره كبيره جدا. هو وصبحي عواد تتفوق في صبحي في حاجه واحده بس، وهي الخبره بتاعت عواد هي اكبر من صبحي. وقال لك برضو انا مش عايز اقول الكلام دوت عشان صبحي ما يقولش اني ماليش فرصه في اللعب والحاجات ديت، لا انا ليا فرصه. صبحي له فرصه في اللعب جدا، ده كلام بسيره. قال لك له فرصه في اللعب جدا، بس هو يتالق في التدريبات وانا هنزله المباريات. لو اداني 10 من 10 بادائه مش هيطلع من الملعب وهيدنه اساسي. بس مين اللي هيبقى اساسي حاليا؟ هو عواد، بسبب الخبره بتاعته، هو ده اللي شايفه بسيره. الخبر اللي بعده يا صديقي هو محمد اشرف رؤى. محمد اشرف رؤى تقدم بشكوى رسميه لاتحاد الكوره ضد نادي الزمالك، نادي السابق. ليه بقى؟ يطالب فيها بمستحقاته المتاخره، واللي هي تقدر بكام؟ تقدر ب5 مليون جنيه. دي مستحقات اشرف رؤى اللي متاخره. وكمان ما وقفتش على كده، ده هو بيطالب بتعويض بما حصل له في الموسم. مش عارف ازاي، بس هو ده اللي مرفوع على نادي الزمالك. وباذن الله تتحل ودي يعني. اشرف رؤى كده كده لاعب زملكاوي، وان شاء الله المشكله تتحل ودي وما يبقاش في ايه بقى مشاكل جديده، لان الزمالك مش ناقص الفتره ديت يعني. هو ماشي بالزق فمش ناقص مشاكل، وباذن الله الدنيا تتحل معاه. بنتايج اللي خلاص الزمالك تحرك رسميا في صفقه بنتايج. ايه المطلوب من نادي سانت تيان؟ هقول لك مطلوب $1,000,000. ماشي، رقم مش كبير قوي، بس المشكله اللي الزمالك حاليا بيعاني من طبعا زي ما انتم عارفين ازمات ماليه والدنيا ديت، فهم بيحاولوا يقللوا المبلغ شويه. فسانت تيان وافقت، بس وافقت بشرط. ايه هو الشرط دوت؟ يا اما تجيبوا لي زيزو او حسام عبد المجيد اعاره 6 شهور. في الحل ده انا هنزل المبلغ شويه، بس الزمالك طبعا مش هيفرط في لعيبه الصفو عنده. فايه بقى الحل الثاني اللي الزمالك عرض على سانت تيان؟ $1,100,000، يعني زياده $100,000.
بس ناخد الفلوس ديت بالتقسيط، ناخد الفلوس ديت بالتقسيط. برضه سانتيتيان ما وافقتش. فالزمالك بيسعى بكافه الطرق وبكل الطرق ضم بنتايج، عشان طبعا الزمالك ما ينفعش من غير بنتايج. خلاص بنتايج داخل نادي الزمالك، خدها مني صريحه بنسبه 100%، بنتايج داخل نادي الزمالك. ميدو مش هيسيب الصفقه ديت، لان بصراحه بن شرقي ما ينفعش يمشي من نادي الزمالك. بنتايج، بنتايج عامل ماتش جامد قوي، بنتايج عالمي الفتره اللي فاتت بامانه. بنتايج بيقدم مستويات جامده جدا مع نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، وما ينفعش يمشي من نادي الزمالك بصراحه، ده اللي انا شايفه يعني. تعال بقى نخش على رابطه الانديه. رابطه الانديه وعقوبات نادي الزمالك في ماتش مباراه الاهلي والزمالك بسبب شتيمه امام عاشور. ايه هي بقى العقوبات؟ توجيه غرامه ماليه على نادي الزمالك تقدر ب 200,000 جنيه. يلا ما كملت بقى، 5 مليون من هنا وتعويض و200، يعني خربانه. الزمالك مش عارف يلاقيها منين ولا منين، والله العظيم. الله يكون في عونهم، اقسم بالله الله يكون في عونهم. بيحلوا من هنا تبوظ من هنا، بيحلوا من هنا تبوظ من هنا، بيحلوا من هنا تبوظ من قدام. فيعني اقسم بالله يعني الله يكون في عونهم. وكمان اقامه مباراتين الدور ال 16 وال 17 بدون جمهور بسبب برضو بسبب امام عاشور. فدي وخلاص تم تطبيق الحاجات دي بسبب غلط الجمهور في امام عاشور الماتش اللي فات. الخبر الاخير يا صديقي وهو خبر جامد قوي. ايه الخبر؟ محمد بن شرقي، وده الخبر انا كنت عايز اتكلم معاكم فيه شويه. محمد بن شرقي، محمد بن شرقي لاعب غزل المحله، لاعب جامد قوي، وكلنا شفناه قدام النادي الاهلي عمل ايه. عمل مباراه فوق الروعه، وله تسديده يعني لو كانت جون كان ممكن يبقى احسن هدف في الدوري المصري في الموسم كله، مش في الجوله بس. فحاليا نادي الاهلي بيحاول يتعاقد مع محمد بن شرقي. طبعا لاعب جامد قوي، ولاعب ما حدش يختلف عليه، لاعب شفناه في الماتش قدم مستوى جامد قوي. فلو لعب مع سكواد جامد هيقدم مستوى اعلى من المستوى اللي هو بيقدمه. بس في حاجه انا عايز افهمها، انا عايز افهموها لي، معلش اعتبروني يعني اذا ابنكم فهموها لي. مروان عطيه، احمد رضا، قفشه، امام عاشور، عمر الساعي، كريم نتفت، حمدي فتحي اللي لسه جاي، كريم نتفت طبعا اللي مش عايزين يمشوه، اليو ديانج. عندك 8 لعيبه خط وسط، بينضم لهم جارد شيور بيعرف يلعبها، وبينضم لهم بن شرقي بيعرف يلعب مركز 10. فبالتالي انت عندك 10 لعيبه كاملين في خط الوسط. هتجيب محمد بن شرقي تعمل بيه ايه يا مؤمن؟ طبعا حد يقول لي اليو ديانج مين وحمدي فتحي؟ مع حمدي فتحي جاي لك في كاس العالم، اليو ديانج لسه ما مشيش من النادي الاهلي، هو طالع اعاره سنه. فطبعا الاثنين راجعين تاني، غير الاثنين اللي بيلعبوا بمراكز 10. فانت عندك خلطبيطه بالجبنه في خط الوسط. هتجيب محمد بن شرقي تعمل بيه ايه؟ هو اي لاعب يتالق هروح اجيبه؟ هو انا ليه يعني بعمل بيه ايه؟ عمر الساعي انت ما بتلعبوش، دافع فيه 50 مليون جنيه يعني مليون دولار وما بتلعبوش. حلو الكلام. جبت احمد رضا لعبته، نفسي اعرف عمر الساعي ما بيلعبش ليه، ما اعرفش. بس هو احمد رضا مش عارف، تحس اللي هو جايبين عمر الساعي غصب عن المدرب، فعشان كده ما بيلعبش. احمد رضا جه لعب على طول. بس عندك ناس كتير قوي بره، فهتجيب ده تعمل بيه ايه؟ الا لو هتمسك كريم نتفت. يعني لو مشيت كريم نتفت انا ما عنديش مانع محمد بن شرقي يجي، بس اهم حاجه بنتفت يمشي، لان ما عادش وعندك السوليه كودا ده واحد كمان، يلا عشان يبقوا 11 لاعب خط وسط، 9 اساسيين واثنين بيجيدوا اللعب في المراكز دي. فهتعمل بيهم ايه؟ هتعمل بمحمد بن شرقي ايه يا مؤمن؟ كفايه خط وسط، عايزين بقى مراكز تانية بقى، عايزين بقى قدام اجنحه بدل الاجنحه اللي ميتين اللي عندنا. يعني واحد زي مصطفى زيكو، لاعب جامد قوي. في لعيبه حلوه في الدوري المصري ممكن تجيب اجنحه هتشيلك هنا في الدوريات، في الدوري حتى دوري كاس مصر كاس السوبر هيلعبوا في المطوشه ديت زي محمد عبد الله. فلا انا مش موافق على صفقه محمد بن شرقي. محمد بن شرقي يبان في الزمالك ما يبانش في الاهلي. هتقول لي ليه؟ والله انا مش انا زملكاوي، بس هقول لك ليه. هم بيعانوا الفتره ديت، فواحد زي دوت يفرق معاهم. انت عندك كتير قوي مكانه، فمش هيفرق معاك، هتجيبه تركنه هيبقى حرام عليك، هتموت لاعب. فبكده يبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا. ولو عجبتك باذن الله مش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على النبي. ومش التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول.
والفيديو واليوتيوب بيقول لك ان الفيديو اللي هو صار هنا حاليا ده هنا او هنا انا مش فاكر، هيعجبك خالصه. وكمان رابط صفحه الفيسبوك في الصندوق بقى، مش عارف بتسموه ايه، بس في الوصف، موجود في الوصف، فخش واعملوا سبسكرايب هناك، وسلام.